اللي قدامك في الفيديو ده ابو الكباتن يوسف بالعمري لاعب الاهلي المحتمل بنسبه كبيره جدا. يوسف بالعمري باك شمال في نادي الرجاء المغربي وكمان منتخب المغرب، لاعب دولي من الاخر. الاهلي بعد اصابه يحيى عطية الله وكريم الدبيس وامكانيه رحيل علي معلول، الاهلي بيفكر بشكل كبير جدا في يوسف بالعمري. فيلا بينا نعرف مميزات اللاعب شويه وكمان شويه تفاصيل عنه. بس في البدايه ما تنساش لايك وشير للفيديو ويلا بينا نبدا القصه. يوسف بالعمري عنده 27 سنه وقيمته التسويقيه مليون و200 ألف يورو، وتعتبر قيمة ممتازة جدا. شارك في 60 مباراة مع الرجاء في الموسم الأخير، سجل 3 أهداف وصنع 13 هدف. وقبل الرجاء كان بيلعب في نادي الفتح الرباطي، لعب 121 مباراة وصنع 20 هدف وسجل 8 أهداف. معدل المساهمات بتاعه مش أعلى حاجة، ولكنه لاعب مميز جدا وما ينفعش تكون المقياس بسبب قوة الفريق اللي بيلعب بيه وكمان بسبب قوة المنافسة أو الظروف المختلفة، ولكن احنا لينا بجودة وإمكانيات اللاعب، لأنه لاعب في الدوري المغربي وكمان لاعب في منتخب المغرب. وخصوصا إن منتخب المغرب الفترة الأخيرة بيمتلك اسماء مرعبه واسماء قويه جدا. مش اي لاعب ان هو يلعب للمنتخب المغرب ويمثل المنتخب المغرب في الفتره الاخيره. فتخيل معايا ان هو اصلا انضم لاول مره في 2024 السنه اللي فاتت، فانت بتتكلم ان هو لاعب يعني واخد ثقه وليد الركراكي بشكل كبير جدا على نجوم بتلعب في اوروبا بشكل كبير جدا. فاكيد لاعب ذو قيمه ولاعب مميز بشكل كبير جدا. لاعب دولي انضم للمنتخب المغربي، وبصراحه كده لاعب ممتاز بشكل كبير جدا. عنده الكنترول على الكره رهيب في الاستلام وكمان في التسليم. اي نعم دي اساسيات الكوره، ولكن مش موجوده في مصر بشكل كبير جدا ومش موجوده عند اللاعبين الموجوده او المتاحه في الدوري المصري. بس ولكن هو عنده الكنترول والاستلام بشكل مميز جدا، واكيد في لعيبه في العالم كلها مميزه في الموضوع ده شبه مثلا رياض محرز، ولكن هو عنده الكنترول على الكوره ممتاز ما شاء الله. لاعب سريع وخفيف بالكوره، تحس الكوره سلسه في رجله وسهله كده من غير صعوبه وهو ماشي بالكوره وبيعمل دريبل بالكوره، يعني ما شاء الله لاعب سهل وخفيف بالكوره. لاعب بيلعب العرضيات بكيرف، وده شيء كبير جدا مش اي حد بيقدر يعمله. في مصر مثلا ما فيش غير علي معلول ومحمد الشيبي تقريبا اللي بيجيدوا الحته دي، فهو بيعملها بشكل ممتاز جدا زي الاسيست اللي قدامك ده كده مثلا. لاعب قريب شويه من فتوح في الستايل والاداء، مع الفرق طبعا في العقليه، لانه لاعب مجتهد وبيكفي ان هو لاعب زي ما قلنا للمنتخب المغربي، لانهم حاليا سابقين كتير جدا في الانضباط في الملعب وخارج الملعب على مستوى كل منتخبات شمال افريقيا بفارق كبير جدا. يعني انت هتبص على امكانيات اللاعب هتلاقي هو بيلعب عرضيات بيلعبها بشكل مميز جدا. في يعني في كده من الشيبي بشكل يعني كبير جدا، هو اللي بيلعب معظم العرضيات والكور الثابته بتاع الفريق بتاعه، يعني شبه ما انتم شايفين كده بيلعبها بشكل مميز جدا. الكره بتاعه لو بتنزل في المكان المطلوب يعني شكل مميز جدا، ودي عندنا فيها مشكله في النادي الاهلي الفتره الاخيره. يعني شكل ما انت شايف كده كل العرضيات تقريبا هو يعني اللي بيلعبها. يعني لاعب مميز في الحته دي بشكل يعني اللي هو كبير جدا، وواضح يعني ان هو يعني حاجه كبيره. كمان حتى على المستوى الدفاعي فهو لاعب دفاعيا يعني لاعب مميز وبشكل يعني كبير برضو، يعني ما شاء الله. يعني لاعب سريع وبيعمل تاكلينج في التوقيت المناسب، لاعب خفيف. يعني هو يا جدعان شبه فتوح يعني ما شاء الله. يعني اكيد الناس اللي عينها كويسه في الكوره والناس اللي فاهمه كوره، هو فتوح خالص حتى في المراوغه بتاعته، وحتى في اللي هو الفنتات اللي بيعملها والتهويش على المدافع والمهاجم والتمرير. حتى ما شاء الله رجله مظبوطه في التمرير، بيطلع الكره من رجله بتطلع مظبوطه. لا ما شاء الله لاعب حاجه صفقه محترمه جدا. ولكن لو كلمتني عن رايي في الصفقه، انت عندك علي معلول، اي نعم محتاجين باك شمال، ولكن عندك علي معلول. اعتمد على علي معلول لحد ما كريم الدبيس يرجع بالسلامه، وتعتمد على كريم الدبيس، لان كريم الدبيس يا جدعان كواليتي محترم قوي. حرام نضيعه ونجيب لاعب محترف ياخد من الوقت اللي المفروض كريم الدبيس ياخده ويخسرنا ويخسر منتخب مصر. لاعب بحجم وامكانيات كريم الدبيس. كريم الدبيس بجد صفقه الناس مش ملاحظه ان هو فعلا لاعب ما يقلش عن اللعيبه دي خالص. يحيى عطية الله اتصاب خلاص اعتمد بقى على علي معلول واستنى كريم الدبيس لما يرجع. ولكن بقى تدور على لاعب اجنبي حتى لو كان مميز في المكان ده، بتضيع على نفسك فرصه ان انت تدعم في الخط الامامي او في المراكز الاخرى بلاعب اجنبي. وبس كده، ده كان رايي في اللاعب. اعتقد هو لاعب مميز، ولكن قلت لك رايي بخصوص ان انت اصلا تجيب لاعب محترف في الباك الشمال، وخصوصا انك عندك علي معلول وتقدر تسلم الرايه من بعده لكريم الدبيس. وبس كده، فانت قول لي رايك في التعليقات، ومنتظر بقى نتناقش مع بعض في التعليقات. سلام.